ولادك مش بيحبوا القرنبيط؟ طب يلا نعمل القرنبيط بخلطة رهيبة، لو عملتيها هتعتمديها دايما وولادك هيعشقوها ويطلبوها منك دايما. يلا بينا نبدأ. معايا القرنبيطة بتاعتي، انا قطعت الراس طبعا بتاعتها من فوق، وبدأت اطلع الوردات بتاعتها بالشكل ده. حاولي وانتي بتحوشي الوردات بتاعت القرنبيطة ما تبوظيهاش. بعد كده رفعتي على النار فيها مية بتغلي، حطيت عليها معلقة من الكمون ومعلقة من الكاري والملح بتاعك طبعا. فتحت جرن فلفل سبايسي وحطيته في المية. ده كده نزلت بالقرنبيط بتاعي بالشكل ده، نزلت عليهم بكوباية من اللبن. القرنبيط بتاعك ما بياخدش على النار غير من 7 ل10 دقايق، حاولي انك انتي ما تخلوش يتهري منك. هعمل الخلطة الرهيبة بتاعت القرنبيط، عبارة عن بيضتين، لو انتي عايزة تحطي 3 بيضة عادي. انا حطيت بيضتين، نزلت عليهم بكوباية من اللبن. هتحاولي تقلبيهم كده بايدك كويس بالمضرب اللي في ايدك. ده كده هنزل عليهم بكوباية من الدقيق، معلقتين من النشا. هقلب الخليط ده كله كويس بالمضرب بتاعي بالشكل ده. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، الكمون والكاري والكزبرة الناشفة. بعد كده هقلبهم كويس خالص، وانزل عليهم بالخضرة بتاعتي، الكزبرة الخضرة والبقدونس والشبت. ده الكفر بتاعي اللي انا هعمل القرنبيط، عبارة عن كوبايتين من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة من الكاري ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة من البابريكا. هقلب كل ده في بعضيه كويس خالص. ده بيدي قرمشة فظيعة للقرنبيط وبيديه لون رهيب. بدأت طبعا احط القرنبيط بتاعي في الخلطة بتاعتي بالشكل ده. تحاولي تغلي فيها كويس خالص بالعجينة بتاعتك. تحاولي انك انت العجينة بتاعت القرنبيط ما تخنيهاش عشان ما تبقاش تخينة خالص على القرنبيطة، تحسي انك انت بتاكلي عجينة مش قرنبيط. او تخففيها خالص، القرنبيط ما يشيلش معاكي العجينة. طلعوا القرنبيط من العجينة ونحطوه في الكفر اللي احنا عملناه بالدقيق، وتبدأ تحطيه في الزيت. اللهم بارك، القرنبيط بتاعي كان عامل زي الفراخ الكريسبي، كان طري من جوه ومقرمش من بره. اللهم بارك. يعني هو لو قعد معاكي لتاني يوم هتحسيه ان هو مقرمش معاكي وزي العسل، وحتى لو حطيتيه في التلاجة وتيجي طلعتيه وكلتيه هتحسيه برضو مقرمش. شايفين؟ اللهم بارك، تحسيه ان هو فراخ مش قرنبيط. حاولي انك انتي تعملي الطريقة دي، ان شاء الله هتعتمديها وهتطلع لذيذة معاكي وحلوة. لو لسه مكملة معايا الفيديو اديني لايك للفيديو واشتركي في القناة.